مايو جميعا، وتحية لأهل شبرا الكرام، وتحية لأهل الساحل اللي منورنا النهارده، وتحية للناس اللي جايين من الجيزة واللي جايين من القليوبية واللي جايين من كل حتة من أعضاء الحزب ومن غير أعضائه عشان يحضروا هذا المؤتمر الشعبي. أنا أشكر الدكتور أسامة وأشكر لجنة التنظيم وأشكر بشدة كل الموجودين من الشباب اللي قاموا بهذا العمل، والأستاذ يوسف نعيم والأستاذ محمد اللي هم تطوعوا بإعطاء هذا المكان لنا. النهارده احنا جايين نتكلم عن الدستور، وأنا مفروض إن أنا هتكلم من 10 ل 12 دقيقة حسب تنظيم الأستاذة أماني. فأنا عاوز أقول لكم حاجات بسيطة عن الدستور. الدستور في العالم كله وفي الدنيا كلها بيتكتب بين التوافق بين الناس اللي عايشين في هذه البلد. مفيش دستور في الدنيا قالوا ان احنا 50% وانتوا 40%، يبقى احنا اللي نكتب الدستور وانتوا ما تكتبوش حاجه ومالكوش دعوه بحاجه ابدا. الدستور ما فيهوش اغلبيه ولا اقليه، الدستور فيه توافق في كل حرف لازم يتكتب فيه. وعشان كده ان انا اعمل دستور بسرعه وادخله الاستفتاء بدون ما يكون فيه توافق تام بين كل حضراتكم والناس اللي موجودين في الشارع واللي موجودين في كل حته، هذا امر غير مطلوب وامر ضار وقد يؤدي الى عمل دستور معيب. السبب في الحكايه دي ايه؟ ان انا في انتخابات رئاسه الجمهوريه نسبة النجاح ممكن 51% تخلي واحد يبقى رئيس. بعد 4 سنين ممكن الشعب يمشيه ويجيب واحد تاني بداله. انما الدستور بيتكتب ل 50 سنة قدام، ل 100 سنة قدام، فنسبة التصويت عليه ما تنفعش ابدا. مفيش حاجة في الدنيا اسمها 50% في التصويت على الدستور. الدستور على الاقل التلتين، ويستحسن يكون 75% من المواطنين موافقين على كل حاجة فيه. الدستور بالطريقة اللي موجود بيها دي واللي حضراتكم كلكم قريتوا حاجات سريعة عنه. الدكتور أسامة قال لكم مادة واحدة من ضمن المواد الكبيرة قوي، وشفتوا قد ايه في اجحاف بالمواطن في هذه المادة الواحدة اللي عن الصحة. لو مسكت الدستور من اوله لاخره هتلاقي فيه اجحاف في حتت كتير جدا. الكلام ده مش ضروري يكون مقصود، ممكن يكون من الاستعجال، ممكن يكون من ضغط بعض ناس معينين. لازم الناس كلها تتكلم، الناس تشوف، الناس تناقش كل نقطة وتراجعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن ده دستور بنكتبه لطول العمر. احنا في الدستور اللي احنا عاوزينه لازم دستور كلنا نكون متساويين فيه، كل المواطنين المصريين يكونوا سواسية، الرجالة زي الستات، المسلمين زي الأقباط، الشباب زي الكبار، الفقير زي الغني. مفيش واحد فينا له ميزة أو فضل أو له أي حاجة تفضله عن شخص آخر في الدستور. الدستور بتاعنا لازم يحمي الفئات الضعيفة في هذا المجتمع. الفئات الضعيفة في المجتمع المصري هي النساء والأطفال. فالدستور المصري اللي في القرن ال21 لازم يدخل بمنتهى القوة للدفاع عن النساء، للدفاع عن الأطفال. هنالك اتفاق دولي وعالمي على ان سن الطفل اقل من 18 سنة. انا في المشروع اللي موجود دلوقتي سن الطفل هينزل عن كده كتير. يعني معناها ان لو في ولد صغير ماشي في الشارع رمى طوبة كسرت شباك والبوليس مسكه، هيحطه في سجن الكبار مع المجرمين والعتاولة، هيطلع اكبر مجرم في مصر. هذا الطفل له طريقة معينة في العلاج، له مكان معين للأحداث يعامل بيه. مش ممكن ان الطفل في مصر، لابد ان نلتزم بالمعايير العالمية. ما ينفعش بنت سنها 9 سنين تتجوز،
ما ينفعش، لان ده في خطوره عليها وخطوره على المجتمع، خطوره على صحتها. ما ينفعش، الكلام ده لازم يكون واضح. ما ينفعش ان في واحد يجي من السعوديه يتجوز بنت سنها 10 سنين ويدفع عليها شويه فلوس قد كده يبقى ده اسمه جواز رسمي وجواز مظبوط وتمام. ده الكلام ده لازم نكون واعيين له بشده داخل الدستور القادم بتاعنا. الحريات شيء مهم جدا. كلكم عشتوا فترة مبارك وكلكم شفتوا قد ايه الذل اللي احنا شفناه كلنا، والناس اتسجنت والناس اتحبست والناس اتعورت، واحنا ما كناش نقدر نعمل هذا الاجتماع ولا حضراتكم جميعا تيجوا لو كنا موجودين في امن الدولة بتاع مبارك. هل احنا ضامنين ان بعد سنة او 2 او 5 او 10 ما يجيلناش امن دولة جديد، امن دولة مختلف ويقفل لنا الحكاية دي زي بنفس الطريقة القديمة، او يمسك اي واحد ويقبض عليه او يجي يقفل له المحل؟ مفيش ضمان لذلك الا بدستور بيدي الحريات الكاملة لجميع المواطنين. والحريات مش بس الحريات الشخصية، الحريات العامة. الصحف تكتب اللي هي عاوزاه، التلفزيونات تقول اللي هي عاوزاه، مفيش حد يقفل التلفزيون، اللي مش عاجبه كلام يرد عليه. مفيش حاجة اسمها بالقوة اقفل هذا الكلام ولا اعمل هذا الكلام. مفيش حد يجي يقول لي اكل ايه واشرب ايه والبس ايه. دي حرية شخصية لكل المواطنين المصريين اللي يجب ان يعاملوا معاملة سوية. بالنسبة لنظام الحكم، احنا عارفين مبارك عمل فينا ايه. مش هو بس، كل رؤساء الجمهورية اللي قبله من يوم الجمهورية دي ما بقت جمهورية، لأنهم كان عندهم حقوق شبه إلهية. كان مبارك ده يعمل اللي هو عاوز يعمله، لو عاوز يقفل شبرا والساحل هيقفل شبرا والساحل بكره الصبح بقوات قد كده ويقفلها 3 أيام. احنا عاوزين رئيس الجمهورية الحالي واللي جاي واللي بعده يبقى عنده سلطات محدودة، والسلطات دي الشعب هو اللي يديها له وهو اللي ممكن ياخدها منه. احنا عاوزين الشرطة ما يبقاش عندها سلطات تعمل اللي هي عاوزة تعمله في الناس، واحنا عارفين تاريخ الشرطة في معاملة الشعب المصري. احنا عملنا انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات برلمانية كان فيها قضاة، والأول مرة من يمكن في التاريخ الحديث تبقى الانتخابات إلى درجة كبيرة جدا انتخابات نزيهة. طبعا في العالم الثالث كله الانتخابات عمرها ما بتبقى نزيهة 100%، إنما بدرجة كبيرة كانت نزيهة وفيها تجاوزات محدودة. احنا مش عاوزين الانتخابات اللي جاية تتزور، مش عاوزين الانتخابات اللي جاية. احنا الحزب المصري الديمقراطي في شمال القاهرة بفضل أهل الساحل وأهل شبرا وأهل الزيتون خدنا 3 مقاعد في شبرا في شمال القاهرة. مش عاوزين الانتخابات الجاية ما يبقاش فيها قضاة هم اللي موجودين زي ما الانتخابات اللي فاتت. عاوزين الانتخابات اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها تبقى انتخابات ديمقراطية آمنة وتعبر عن رأي الشعب المصري. وأخيرا احنا حزب بنكلم الناس وبنقول لهم انتخبونا عشان حاجة واحدة بس. احنا ولا بنقول لهم احنا حزب مدني ولا حزب ليبرالي ولا حزب علماني، احنا بنقول لهم حاجة واحدة بس، احنا الحزب بتاع العدالة الاجتماعية، الحزب بتاع الفقراء، الحزب اللي عاوز يعمل صحة جيدة للمواطن المصري، الحزب اللي عاوز يعمل تعليم جيد ويخلي الشاب يتعلم حاجة يقدر يشتغل بيها في ثانية ويقبض مرتب كويس ويعمل حاجة لأسرته ويقدر يتجوز ويقدر يعيش. احنا عاوزين مسكن ملائم، عاوزين صحة، عاوزين تعليم، عاوزينكم كلكم تعيشوا أحسن، وعاوزينكم تحكموا نفسكم بنفسكم بالحق ومفيش أي حد يتحكم فيكم. وأشكركم وأحيي أهل شمال القاهرة جميعا وشكرا جدا.